أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. جولتنا النهاردة هتكون في العمارة دي. أيوة، العمارة دي موجودة في منطقة جليم على كورنيش اسكندرية. أكيد معظمنا شاف العمارة دي ولما كان بيمر عليها وقد إيه إن هي جميلة وقد إيه موقعها حلو قوي وإن هي واخدة الفيو بتاع البحر وكمان من جميع الاتجاهات، يعني شمس وهواء ومش مجروحة. الحقيقة عمارة جميلة جدا. النهاردة هاخدكم في جولة فيها علشان نعرف المدخل بتاعها. أولا المدخل بتاعها من الخلف من شارع محمود الديب، وكمان هفرجكم على بعض الشقق أو هوريكم نموذج لشقة فوق. يلا بينا. طبعا ده شكل العمارة من قريب. في حصان اهو قدامها. العمارة دي مميزة بالحصان، وكمان في تعتبر زي نافورة. على فكرة النافورة دي والحصان موجودين كمان في مدخل العمارة، لأن مدخل العمارة من الخلف ناس كتير أكيد ما شافوش مدخل العمارة. أنا النهاردة هوريكم مدخل العمارة. أنا خدت لكم زاوية كمان من هنا. هنا ده مدخل كمان للعمارة. كان الأول مدخل لأن في بنك تحت، بنك الإسكان والتعمير. ده كان المدخل بتاعه، وهي واخدة الفيو بتاع البحر، طبعا على البحر مباشرة. العمارة دي اتبنت سنة في التسعينات، يعني تحديدا سنة 1994. لما العمارة دي اتبنت 4 أدوار فقط. ليه 4 أدوار فقط؟ وبص هي بعد كده عملوا تعلية ليها. الأول إيه ده مدخل العمارة من الخلف. هقول لكم بصوا شكله إيه. شكله حلو جدا. هو أساسا مدخل العمارة الأول جنينة كبيرة جدا، تعتبر كده بمدخل فندقي. دي الجنينة بتاعت مدخل العمارة في الأول. هي ليها يعني تعتبر مدخلين. ده المدخل الأولاني واخدة جنينة حلوة قوي. بصوا شكل الجنينة حلوة قد إيه. المكان واسع وكبير قوي. هو مدخل العمارة على شارع محمود الديب موازي للبحر على طول. تمام. ودي الجنينة. زي ما قلت لكم ان العمارة دي اتبنت سنة 1994. وكان محافظ اسكندرية في الوقت الحالي ده، يعني في الوقت 94 ده كان المستشار إسماعيل الجوثقي. وكان كان في تعليمات للمباني ان المباني تتبنى على 60% من مساحة الأرض. يعني العمارة دي مبنية على مساحة الأرض 60%، والباقي عاملينه جنينة كبيرة اهو. وهنا بصوا النافورة. وكمان العمارة لما اتبنت 4 أدوار ما كانش فيه تعلية، لكن التعلية حصلت بعد كده في عهد عبد السلام المحجوب محافظ اسكندرية بعد الجوثقي. فتمت تعلية العمارة في حدود 10 أدوار. طبعا شايفين قد ايه الجنينة كبيرة وحلوة قوي. الجزء اللي ورا من العمارة في يعني جزء بيطل على البحر وجزء بيطل على الجنينة من ورا. الجنينة دي على ما أظن كده إن هم لو حد عنده حفلة خطوبة، حفلة عيد ميلاد، فبيتجمعوا فيها وبيقعدوا فيها. أساسا الإضاءة حلوة قوي فيها، والخضرة والورود جميلة. والحصان برضو دوت أنا مش عارفة الحصان ده بيمثله إيه اللي هو بان العمارة، لأن في حصان برا على واجهة العمارة وكمان حصان جوه. الحقيقة هو المنظر جميل جدا. بالنسبة لتسمية العمارة، هي اسمها عمارة الخليج، وفي ناس تانية مسميينها عمارة الكويت، وفي ناس تالتة مسميينها عمارة الحصان. ليه بقى عمارة الحصان؟ علشان الحصان اللي برا، وناس كتيرة قوي بتحب تيجي وتتصور برا قدام الحصان، لأن الواجهة حلوة الحقيقة وعلى البحر.
وناس كتيرة بتحب تيجي وتستمتع هناك في المكان ده. وتسمية عمارة الكويت لأن الأرض الأول قبل ما تتبنى العمارة كانت باسم العيلة المالكة الكويتية، فعلشان كده لما العمارة اتبنت في ناس كتير مسمينها عمارة الكويت، لكن هي اسمها عمارة الخليج. احنا دلوقتي ده مدخل العمارة، يعني احنا دخلنا الأول من بره في باب حديد من بره، دخلنا على الجنينة، وبعد كده ده مدخل العمارة. في 2 تمثال اهو، تمثال اهو على ايدنا اليمين وعلى ايدنا الشمال، ده مدخل العمارة. الحقيقة انا لما دخلت مدخل العمارة كنت بتوه فيها. اول حاجة عايزة اقول لكم ان ده مسجد في دخلة العمارة من جوه، عاملين مسجد اللي حابب يصلي فيه ينزل يصلي فيه، وكانوا بيصلوا رمضان فيه ما شاء الله. فالحقيقة جميل. بص قد ايه العمارة كبيرة جدا من جوه. وعايزة اقول لكم كمان معلومة انا ما كنتش اعرفها عن العمارة دي. انا كنت فاكرة ان دي عمارة واحدة، لكن العمارة دي دخلة العمارة بتدخل جوه وبتتقسم 3 عماير من جوه، يعني 3 دخلات. دي دخلة أولانية بالنجفة بتاعتها، وفي 3 دخلات ب3 نجفات بالشكل ده، وفي حوالي 4 أسانسير، وده هنا سلم. بصوا قد ايه دخلة العمارة كبيرة جدا جدا. زي ما قلت لكم أنا لما دخلت العمارة الحقيقة طلعت من مكان ودخلت في مكان تاني. ده المسجد بتاع العمارة، عاملين مسجد تحت، وفي كل حتة على فكرة في النافورة دي شكلها حلو قوي بالرخام، موجودة في كل حتة في مدخل العمارة. هنا ده كمان مدخل تاني علشان هم 3 عماير في بعض، هي مش عمارة واحدة. أنا كنت طول عمري أعرف إن هي عمارة واحدة، لكن طلعت 3 عماير. عايزة أقول لكم بقى ده هنا ده المكان ده في مدخل العمارة كمان، يعني دي قاعدة للي حابب يقابل حد تحت. يعني لو حد جاله مش عايزه يطلع البيت فوق، دي أوضة كبيرة جدا، وكان ليها مدخل برضو لوحده غير مدخل العمارة، وكانوا بيستقبلوا فيها الناس اللي مش حابين ان هم يعني يقابلوهم تحت، او لو حد مستعجل كده. انا دلوقتي هنشوف شقة من الشقق. ده مدخل الشقة، الأرضية شكلها ايه، حلوة قوي، الألوان جميلة. النموذج ده يعتبر أصغر نموذج في العمارة. هنا بندخل في ريسبشن كبير قوي، الريسبشن شايل كم قطعة، أوضة السفرة وأنتريه بالتلفزيون قاعدة هنا. بصوا الألوان قد إيه حلوة وهادية قوي ومريحة. ده هنا التلفزيون، هو شوية كده الإضاءة معكساني شوية. وهنا برضو ده الأنتريه، دي الكنبة بتاعت الأنتريه أو الركنة بالتلفزيون. ده الريسبشن كله، مساحة كبيرة قوي. وهنا أوضة السفرة، وهنا كورنر، وكمان هنا 2 كنبة بالدفاية وترابيزة. تعالوا بقى ندخل على الفراندا، هنشوف قد ايه الفيو هنا جميل قوي. بصوا الشكل قد ايه جميل. ده قصر الأميرة عزيزة فهمي، طبعا قصر جليم اللي احنا عارفينه كلنا وفي مشاكل عليه. بصوا الفراندا وعلى البحر، الفيو بتاع البحر قد ايه حلو جميل ومريح، والفراندا كبيرة ما شاء الله. يعني ربنا يسعد الناس اللي قاعدين فيها ويهنيهم بيها. هنا ندخل بقى على الجناح بتاع أوض النوم. هنا المطبخ، المطبخ برضو حلو مش وحش، جميل
والألوان بتاعته حلوة قوي. وهنا ده الحمام بتاع الضيوف، جميل جدا. وهنا أوضة نوم، وبعدين حمام تاني. وهنا دي الجزامة على ما أظن. وهنا أوضة نوم تانية، دي أوضة نوم ب2 سرير بالدولاب. الحقيقة الألوان مريحة جدا للعين. معلش هو الإضاءة برضو هنا معكساني شوية، الصورة مش واضحة قوي. وهنا ده حمام كمان، حمام تاني. طبعا البيبان ألوانها جميلة. الحمامات كل حمام مختلف عن التاني تصميمه. بعد كده هندخل على أوضتين نوم كبار. هنا دي برضو أوضة نوم. الألوان زي ما بقول لكم حلوة قوي ومبهجة. عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا. العمارة دي لما اتبنت في التسعينات كانت 750 ألف جنيه. طبعا يعني هو دلوقتي 750 ألف جنيه دول ولا حاجة، لكن سنة 1994 كانت تعتبر أغلى عمارة في اسكندرية، هي كانت عمارة الخليج. كانت الشقة في البداية خالص بيتم التعاقد كان 750 ألف جنيه، وكان بالتقسيط كل شهر 60 ألف جنيه. طبعا كان في الوقت ده كان المبلغ كبير. بعديها بشوية بقت وصلت 1,000,000 جنيه. الشقة وصلت في التسعينات ب1,000,000 جنيه، لكن بعد التعلية طبعا علوا العمارة في عهد عبد السلام المحجوب. وصل دلوقتي سعر الشقة، يعني الشقة دي سعرها حوالي دلوقتي 16 مليون جنيه. الشقة اللي أنا بوريها لكم، ويعتبر أقل نموذج في العمارة. بتمنى إن الجولة النهاردة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هنتقابل في مكان جديد وجولة جديدة. وبشكركم جدا جدا، وياريت كلنا نعمل مشاركة على القناة لو القناة عجبتكم. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.